السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتتفرجوا عليا. جاي لكم فيديو جديد وروتين جديد وان شاء الله يكون مفيد. نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. كل سنه وانتم طيبين. النهارده بقى هنبتدي مع بعض. هنرحل كده من اللي علينا ونبتدي بقى تنظيفات العيد. مش تنظيفات بقى ان احنا هنشيل السجاد وهنمسح وهنغير مفارش ومش عارف ايه. لا، هنبدا واحده واحده كده مع بعض. اللي انت عايزه تعمليه واللي هو يتشال من عليكي اعمليه. زي مثلا بدأنا بتغيير الفرش. يعني انا الانتريه بتاعي ده اللي هو طبعا فرش كده على الخارجي، قلت اشيله برضو واغسله. وستاير لو عايزه تنزل هغسلها. نستغل بقى الفرصه ان الاسبوع ده الحمد لله الحمد لله الجو حلو جدا جدا جدا. حتى أنا النهارده يعني مصوره لكم في الاضاءه بتاعه الجو بتاعه الشمس داخله لغايه الشقه زي ما انتم شايفين كده. يعني الشمس ما افتح الشباك، وعندي برضو الأوضة التانية لما بفتحها بتوصل الشمس لغاية جوه، بتدخل كده لغاية البيت من جوه. فاللهم صل على النبي. بدأت بقى ان انا اشيل الفرش كده. اشيل الفرش الانتريه بتاعي ده يا بنات. ده الانتريه ده يعني القعدة بتاعته، القعدة والظهرية بيتشالوا كده من على الخشب. يعني هو انتريه بتاع فرحي بتاع زمان قوي. يعني هتحسوا حتى ان هو قديم، يعني ما هو مش ماكس كله. لا يعني الخشب منفصل عن القعدة والظهرية. فانا يعني القعده والضريه دي كنت ملبسه له بقى الكفر ده. فقلت بقى اشيل الكفر ده بقى عشان خاطر ايه اغسله. وانا مسكت بقى الاوضه كده ايه نظفتها وروقتها. حتى انا ما غيرتش ملايات ولا اي حاجه، لان السرير ده اصلا زي ما انتم عارفين كده بتاع ابني، ويعني وهو سافر فمحدش بينام عليه اصلا. فهو ايه يعني الملايات بتاعته نظيفه. اقولي بس ان هي عايزه ايه تتنفض كده من التراب او حاجه. ساعات بنتي كده بتخش تذاكر عليه بالليل او حاجه. فيعني الاوضه ديت اصلا يعني تعتبر ما فيش حد عاد بيدخلها كتير قوي. مش زي الاول يعني. بس برضو ما يمنعش ان انا بمسكها واروقها وانضفها واظبطها. ومسكت بقى كده المكنسه. شفطت بقى السجاد كله. وعايزه اقول لكم اللي انا عملته في الاوضه دي هو اللي عملته في الصاله، هو اللي عملته في اوضه البنات. في اليوم ده كده كان كل البيت كان بره، ما كانش في حد موجود الا انا لوحدي. مسكت بقى الشقه كده كلها كده يعني اوضه اوضه كده. وكان في اليوم ده كنت رايحه اشوي سمك، هتشوفوا معايا دلوقتي. يعني هغسل معاكم بس السمك. بس للاسف وانا المقطع بتاع ان انا بعد ما حضرت بقى السفره بتاعت الفطار يومها اتحذف مني غصب عني. فانا هحكي لكم بقى انا عملت ايه بالظبط في اليوم ده. الاوضه بقى انا اتنضفت كده وبقت زي الفل. وزي ما قلت لكم كده انا عملت نفس اللي عمل ده عملته في الصاله. شلت برضو شويه مفارش كده، ما شلتش الكفر بتاع الركنه نفسها. وبعد دخلت بقى على طول كده على على الغساله. اشغل على الفرش بتاع الانتريه. قلت بقى هغسل حاجه حاجه كده. يعني أنا النهارده شلت الفرش بتاع الانتريه يومين ثلاثه كده. وهشيل برضو الكفر بتاع الركنه بتاع الصاله. كده يعني انا بحب دايما ان انا يعني ايه عامله كفرات يعني مفارش كده يعني تلبيسه. يعني تلبيسه للانتريه وتلبيسه للركنه. وبشتغلها اغسلها عشان خاطر افضل محافظه على الانتريه من جوه، او على الكفر على على الداخلي بتاع الركنه او الانتريه من جوه. بدات بقى اشغل الغساله. انا الغساله بتاعتي ديت يا بنات الغساله اللي هي توشيبا العربي العشرة كيلو. اول ما بشغلها على الفرش او على اي غسيل بشغلها الاول على غسيل وعلى ملو وغسيل بس. اللي هم الشرطتين اللي في الاول دولت. وبسيب بقى الغسالة تملى. وهي بقى حطت عليها المسحوق بتاعها والكلور الالوان والحاجة ديت بتملى وتغسل الدور كده وتقوم واقفة. وبسيبها بقى مركونه كده شويه ايه يعني زي ما اكون بنقع كده في الايه في الغساله. وباجي بقى بعمل العمله دي حوالي عن مرتين ثلاثه على الغساله بتاعتي الصغيره اللي هي بتاعت الفريش ديت اللي هي اللي جنب منها دي. لما بعوز برضو اشغلها بشغلها على حاجات بسيطه، مثلا شويه طرح شويه كفرات شويه شرابات حاجات مستعجله عليها. بشغل الغساله الصغيره. فانا الغساله الكبيره دي زي ما بقول لكم كده بشغل عليها ملو وغسيل. واسيبها بقى منقوعه الغسيل فيها شويه. ممكن اعمل الحركه ديت مره او اتنين. الغسالات اللي فوق اوتوماتيك البرنامج بتاع الغسيل بتاعها الاولاني ده بيبقى صغير، يا دوبك يغسل ويقوم طارد الميه على طول. انا عايزه انقع فيها الغسيل شويه بالمسحوق بالكلور بالحاجات ديت. تتغسل شويه. بغسل بقى بعمل الدوره دي مرتين او ثلاثه. وبعد كده بقوم مشغله على البرنامج كامل. اشغله بقى كامل كده يشغل الغسيل. بس كده شغلت بقى الغساله ودخلت بقى اغسل السمك. انا في اليوم ده كنا عاملين سمك
رز ابيض وسلطه وكده. بس زي ما بقول لكم كده، انا غسلت معاكم السمك وطبخت معاكم الرز. المقطع بقى بتاع طبخ الرز وان انا بعد ما حطيت بقى السفره زي ما بصور لكم سفره رمضان بتاعت كل يوم، للاسف اتمسح، اتعزف مني. وانا كنت بمسح شويه حاجات كده، لان انت عارفين طبعا التليفون المساحه بتاعته بتبقى في حاجات كتير كده بيبقى عليها، فبمسح بشيل حاجات عشان احمل بقى جديد وكده. فغصب عني المقطع بتاع الفطار اتحذف مني، وطبخ الرز الاتنين يعني اتمسحوا مني، معلش. فانا عملت معاكم الحاجات دي كتير يعني. شويت معاكم السمك فوق على السطح في الفرن بتاعي فوق، واللهم صل على النبي، وغسلت وطبخت برضو رز ابيض. انا طبخه رز ابيض عادي لان ده سمك مشوي، سمك بوري مشوي يعني. في اليوم ده كنا بقى عايزين نغير، كنا عايزين ناكل سمك بقى بصراحه في اليوم ده. فزي ما بقول لكم كده عملت السمك ورز، وكان في عصير وحاجات زي كده زي كل يوم. بس كده غسلت السمك كده وركنته. وعايزه اقول لكم ان شوي السمك وغسيل السمك في البيت انضف واحسن الف مره من بره. بس كنت انا خلصت بقى الفطار وظبطنا بقى الدنيا والكلام من ده. دي يا بنات دي مش مواعين بصراحه الفطار، دي كانت مواعين سحور. انا كنت غسلت بقى مواعين الفطار بتاعت السمك والحاجات دي، بس عشان خاطر الامانه يعني واكون واضحه معاكم. انا في اليوم ده كانت انا زي ما قلت لكم ان انا البنات عندي اللي بيعملوا بقى السحور والحاجات دي. فانا في اليوم ده كانت بنتي بقى تعبانه وكده. فبعد بقى ما اتسحروا وخلصوا، فعايزه ابيت المطبخ نظيف. بجد والله العظيم يا بنات، لما بتبيتي المطبخ نظيف يعني بنتي بنفسك بتبقي قايمه تاني يوم الصبح كده مرتاحه، يعني مرتاحه، راحه نفسيه فيما بعدها راحه. فهي بقى كانت تعبانه، فقلت لها لا ادخلي خلاص انت نامي. كان عندها بقى جامعه في اليوم ده، وكان يوم مشحون بالنسبه لها يعني. فقلت يلا ما يجراش حاجه، هعمل انا ايه مواعين السحور. دخلت بقى كان كوبايات بقى، كان شاي وكانوا بقى كنت انا عامله اللي هو كريم كراميل الجاهز ده. بس ما يعني ما صورتوش معاكم في الوقت ده بصراحه. فكانوا بقى كلوا منه ساعه السحور والحاجات دي، واللي شرب بقى شاي واللي حاجات اللي زي دي طول بقى الفتره بتاعت ما بين الفطار والسحور. فكانت متكون شويه كوبايات كده وشويه حاجات من دي. فقلت بقى ايه اعملها معاكم. نظفت بقى المطبخ كده وروقته وخليته زي الفل. انا دايما بحب دايما ابيت المطبخ بتاعي نظيف، سواء انا اللي بعمله او البنات اللي بيعملوه. بس المهم اكون قايمه بقى الصبح عشان اشوف انا ورايا ايه، او هطبخ ايه، او هعمل ايه. يكون المطبخ عندي رايق. لما بيكون متدربك كده ويبات بالمنظر ده، ببقى صبحه تاني يوم بصراحه يعني. عايزه اقول لكم ان عفاريت الدنيا بتنطط في وشي. ببقى يعني بجد ببقى متعصبه وببقى متضايقه. فقلت لا ازاي يعني، كنا احنا كده خلاص كنا قرب الفجر. فكده كده انا هبقى قاعده مستنيه صلاه الفجر وكده. قلت اشطب بقى ايه المطبخ وانا شغاله. لو انتوا بقى وصلتوا لحد هنا وشايفين بقى كده ان انا استاهل لايك واشتراك في القناه، يا ريت تشتركي لي في القناه وتعلقي لي كده تعليق حلو كده يشجعني ان انا اكمل. وتحطوا لي لايك للفيديو، اللايك ده اللي بيخلي القناه تتشاف والمحتوى يظهر كده، ونشجع كده المحتوى الهادف. والله المستعان. بس كده بدات بقى اغسل بقى المواعين بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين. ديت الحله اللي انا كنت عامله عليها اللبانه يعني، كنت عامله فيها البتاع ده اللي هو الكريم كراميل الجاهز ده. انا بعمله ازاي؟ هو اللبن عادي، بحط له نص كوبايه من السكر لان هو بيبقى اصلا مسكر. وبحط له اللهم صل على النبي، بس هو يعني السكر بتاعه لو اكتفيتوا بيه لوحده هيبقى عادي قوي. فبحط له نص كوبايه كده من السكر، وبحط اللهم صل على النبي معلقه كده من الكريم شانتيه، ومعلقه كده من النشا، معلقتين كده صغيرين من النشا. وبحط كيس الكريم كراميل ده وبحطه بقى على النار. طبعا كل ده بيبقى على البارد، على اللبن هو بارد خالص. وبعدين بقوم حاطه له بقى كل يعني الاضافات اللي انا ضفتها دي، اللي هي الكريم شانتيه والسكر والحاجات دي كلها اضافات، هي مش مكتوبه كده على العلبه. بس انا بعمله عشان خاطر يبقى ايه غني كده وطعمه حلو. والنشا برضو يعني هو مش مكتوب عليه ان بيتحط له نشا. ودوقه حطه بقى ارفعه على النار لغايه ما يتقل كده ويلف معاكي. وتحطيه بقى في كاسات او في كوبايات، وتحطي بقى الصوص الكراميل اللي معاه ده بيتحط كده على الوش وخلاص على كده. وانا برضو عملته معاكم قبل كده. خلصت بقى المواعين ومسكت بقى الحوض غسلته. هغسله بقى غسيل نظيف. وانا زي ما قلت لكم قبل كده انا بتعامل مع الحوض ده زي الطبق بالظبط، بغسله غسيل نظيف جدا جدا، دعكه واتنين وتلاته. ممكن اعمل العمله ديت مرتين وتلاته في اليوم على فكره. يعني بعد ما بعمل مثلا مواعين الطبيخ، بعد مواعين الفطار، بعد كل الحاجات دي
وبعدين بقى بمسك بقى الحوض بتاعي انشفه تنشيف حلو قوي، بحس بقى بلمعته كده وبنضافته اللي بعد ما بنشفه بصراحه. كده بقى بعد ما خلصت خلاص وكنت بقى مسحت الرخامه والكلام من ده، عايزه اقولك على طريقه حلوه قوي دايما تخلي ريحه الحوض عندك حلوه. هتجيبي بقى غطا كده من الكلور، غطا كده من الكلور. خلاص بقى احنا كده خلصنا وخلاص الفجر كان هيأذن وكنت رايحه اصلي وخلاص ما عادش بقى احنا صابحين صيام. الحوض بقى مش هيتفتح ولا هينزل فيه ميه ولا اي حاجه. حطيت بقى فيه، حط بقى غطا الكلور ده زي ما انتم شايفين. خلاص ما عادش بقى هينزل ميه ولا اي حاجه. يبقى كده خلاص كده تمام. وده كده الفيديو بتاعي النهارده يا حبايبي. يا رب ان شاء الله الفيديو كده يعجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في رعايه الله وامنه. والسلام عليكم ورحمه الله.